السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. فكرة النهاردة فيديو مهم جدا ومطلوب جدا، ازاي ننظف المرتبة ونرجعها كأنها جديدة. في البداية سامحوني كده عشان صوتي متغير شوية، عندي دور برد. يلا نبدأ بسم الله. دلوقتي ده كان جزء مكشوف من المرتبة. دايما لو نشوف كده هنلاقي لون المرتبة نفسه أبيض، والجزء ده الوحيد اللي مغير لونه. تمام، لاننا كلنا عارفين ان اللون الابيض بيتوسخ بسرعة. طبعا بقى لما الشبابيك تتفتح عشان نشمس الأوضة مرة على مرة على مرة اللون غير. طب نرجع اللون ده تاني ابيض ازاي وننضف المرتبة مهما كانت تغيير اللون فيها ومهما كان سببه؟ بصوا زي ما حضراتكم شايفين، قبل اللون عامل ازاي على ايدينا اليمين، وبعد بقى عامل ازاي. فعليا رجعناها جديدة. تعالوا نبدأ مع بعض، بس ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. دلوقتي دي الخلطة السحرية اللي هنرجع بيها المرتبة جديدة. وعندي فيديو تاني على القناة رجعنا الركنة جديدة، والركنة فاتحة جدا كمان. دلوقتي استخدمنا حوالي لتر ونص مية، ممكن ما تلتزميش بالمعايير قوي، عادي يعني. وحوالي كوباية خل او فنجان صغير كده خل. تمام، معلقة ملح او كبشة بايديكي كده، الملح بيدي لمعة جميلة جدا جدا في المية. واي حاجة معترة، انا كان عندي معتر من لاستر عود. عندك بقى كلوروكس الوان حطي شوية، عندك معتر عادي حطي، يعني اي حاجة بس بتدي ريحة حلوة. تمام، وزودي الحاجات اللي بتعمل رغوة. ممكن تقدري تستخدمي صابون مواعين، انا استخدمته في المرة دي. ممكن تستخدمي مسحوق الغسيل، تستخدمي اللي انت عايزاه. تمام، بس تكتريها شوية علشان احنا محتاجين في الوصفة دي الرغوة. في الركنة كنا بنعمل عادي بالمية، لكن في المرتبة مش هينفع نغرقها مية. احنا المرتبة بنغسلها على الناشف، بنستخدم بس الرغوة. يعني بنمسك السفنجة نعملها في الخلطة دي زي ما هوريكم بكل التفاصيل، وبنعصرها وبناخد وش الرغوة من الطبق اللي احنا بنعمل فيه الخلطة دي، وبنستخدمه هو ده في دعك المرتبة. دلوقتي خلصت الخلطة كلها عندي زي ما شفنا الحاجات بتاعتها مع بعض. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. ادي دي السفنجة اللي انا هغسل بيها. في ناس قالت نغسل بغطا الحلة ونحطه في فوطة، بس انا ما لقيتوش عامل معايا فعالية في المرتبة. وفي ناس قالت بمكوى سخنة، بس انا بخاف برضو من الحاجات دي، فبحب استخدم الحاجة الامنة اكتر. زي ما قلت لكم نطلع الرغوة اللي في الخلطة اللي احنا عاملينها، اهي الرغوة وبس. ونبتدي ان احنا نمسك جزء جزء ندعكه. ندعكه هيرجع عندنا يعني لونه جدا 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 وزاهي كمان. بالاضافة لحاجة مهمة جدا، المعطر اللي استخدمناه بيخلي المرتبة ريحتها جميلة جدا. تمام، بنديها دعكة حلوة كده بايدينا. ده الجزء اللي دعكناه، وده الجزء اللي لسه ما جيناش جنبيه. شايفين فرق اللون عامل ازاي؟ بعدين هنلاحظ برضو ان الجزء المكشوف من المرتبة اللي قلتلكم مغير لونه عمل وبرة كمان. تمام، فاحنا بعد ما هندعك الجزء اللي احنا عايزين ندعكه، هنشيل الوبرة دي بايدينا. احنا كده ما بلناش المرتبة الا الطبقة السطحية فقط. هنعمل ايه بقى بعد ما نخلص المرتبة كلها؟ انا هنا بشيل الوبرة من الجزء اللي اخلصه زي ما قلت لحضراتكم. هتفتحي الشبابيك او البلكونات اللي في الاوضة اللي فيها المرتبة دي، وكمان تفتحي مروحة وتوجهيها على المرتبة. ومعلومة مهمة جدا كمان، ما تعمليش كده بالليل، اعمليه بالنهار والشمس طالعة، علشان الشمس تساعدك ان المرتبة تنشف بسرعة وتهويها كمان كويس جدا. وطبعا عارفين احنا فوائد يعني ان الشمس تخش البيت، وكمان المروحة هتنشفها فتقدروا تناموا عليها بالليل عادي يعني. تمام، دلوقتي انا بشيل الوبرة ودعكت الجزء ده وهكمل دعك الباقي. متنسوش اهم حاجة لايك للفيديو لو فكرته عجبتكم طبعا،
وتعليق برأيكم عن الفكرة دي، وترجعوا تشوفوا الفيديوهات المهمة اللي على القناة، زي ما غسلنا الركنة مع بعض، وغسالة الأطباق اللي صنعناها مع بعض، أو فكرة غسالة الأطباق، وقاهر الدهون اللي صنعناه بتكلفة أقل من 5 جنيه. تمام. متنسوش تشتركوا في القناة طبعا. ده الجزء اللي نضف، وده الجزء اللي لسه. شايفين الفرق عامل ازاي؟ ناس كتير جدا سألت عن ازاي ننظف المرتبة. نزلت لكم الفيديو اهو، نزلت لكم فيديو الركنة، وهعمل لكم ان شاء الله قريب جدا تنظيف المخدات بكل سهولة، ترجع بيضة، يعني بيضة البياض الزاهي كمان. ده الوبرة لسه ما شلناهاش، لان انا بشيلها بعد ما انضف الجزء نفسه. هستناكم في الكومنتات تقولوا لي رأيكم في الفكرة، وتقولوا لي اهم فيديو شفتوه على القناة ايه هو، وايه الفيديوهات اللي حابين ان انا اعملها لكم الفترة الجاية بإذن الله، وبتتابعوني من اي بلد. دلوقتي زي ما احنا شايفين انا بوريكم بالتفاصيل، يعني قدامكم ازاي الجزء من اللون المغير بيرجع للون الطبيعي بتاعه، وما بخلص جزء جزء بشيل الوبرة بتاعته. متنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكده المرتبة رجعت معايا كأنها جديدة، والفرق واضح. السلام عليكم.